هل هذا حقيقي يا ابو عزيز؟ يا رجل، لا لو لا لا، متزوج عندنا عادي. لو متزوج 6 ولا هذا 7 وعرف قصته يروح فيها سجن يا رجل. خلها على بالمحكمة لحظة. يا شيخ أبو أنا عزيز، في أوكرانيا، الله يبارك لك. شيخ في أوكرانيا وفي روسيا وفي الشيشان وفي كازاخستان وأوزبكستان تتزوج 4 عادي. هذا كلام في أوروبا الغربية، صح ممنوع. تعرف لو انت متزوج 30 يا ابو عزيز كان طلعت ترند في المجلات مو في التيك توك. اي والله متزوج 51 يا رجل لو والله لا صرت ترند لا تحلف يا ابو عزيز، الله لا يرحم تحلف، بس والله والديك. الان لو حسبناه حسب بالعقد عمرك 37. اي احسبهم يلا. كل نصف سنه تتزوج واحده. احسب كل سنة 4 بس. ليش يعني كان كل 3 شهور تطلق واحده؟ احسب كل سنة 4 بس. كل 3 شهور كنت تطلقها؟ طيب احسب كل سنة 2. احسب 2 في 15 ب30. احسب كل سنة 2 2 بس. في 20 ب40. خليك تزوجت وعمرك 15 17. 2 في 20 ب40. هذا 40 مرة كل سنة تزوجت عمري 18 و6 شهور. طيب 18 باقي لك 20 سنة، كل سنة تزوجت 2 ب40. انتهى النقاش. لا والله تزوجت في سنة تزوج بيها 6. ليش تزود لي 51؟ ابو عزيز للمتكلم في سنة مجنون تزوجت فيها 6 والله. والله لو هو نهائي كاس اوروبا ما تفعلها كذا كل شهرين مباراة. لا والله العظيم ليش اكذب عليك يعني، والله متزوج واحدة. اصلا شوف اسمي، لحظة شوف اسمي، شوف اليوزر نيم، شوفوا. افتح اليوزر نيم فوق، افتح عليه. افتح عليه ولك، افتح شوف. ايش دخل ال 51 هذا؟ ابو عزيز 51. الله يوفقك يا ابو عزيز. اي والله العظيم ما امزح معك. حرام يا شيخ، حرام. والله انت تعديت موضوع الحلال والحرام، خلاص انت حاله نادره. حرام. لا انت قلت لك انت حاله نادره، انت خلاص. انت قاعد تسوي اللي تسويه ما تسال احد اصلا. والله العظيم قسم بالله لو انه اقدر اتزوج 10 تزوجت. طيب كم ميزانيتك يا ابو عزيز؟ صراحه صار عندي فضول لان اعرف. الحمد لله والله. ميزانية التوك توك و2000 من الحكومة الأوروبية، $2000 في الشهر. لا ما يكون فكراني، ما عندنا حكومة، ما عندنا فلوس. خلاص ميزانية التوك توك أنا أقول لك أنا يا شيخ فيصل. لا مو تيك توك ميزانيتي يا حبيبي. ما ادري والله ايش قال هو. ميزانيتي يعني ضروري اقول لك؟ ما اقول لك. لا انت ليش انا ذكرت لك هذا الشيء؟ طرحك ال 51 حدث العاقل بما يعقل بس. شيخ ما علي دين، تمام؟ ابدا. ايوه حتى لو ما عليك دين. لا ولي على الناس دين. والله بس. شوف بقول لك شيء. انت الان شوف انا راح تكلمنا من جانب واحد، راح اتكلم من جانب ثاني. الرجل اللي يتزوج بنت وبالاساس هو ما ياخذها بمعايير شرعيه فقط، ياخذها من اجل نزوه، هذا اعوذ بالله. لان بنات الناس مو لعبه. لا والله بنات الناس ليست لعبه حتى لو كانت غير مسلمه. هذا شيء واحد. ثاني شيء تاخذ لي 4 وتطلق 4 وتطلق 4، وش ماخذهم من اجل ايش؟ تنشر الاسلام. يعني عادي يا شيخ اسمع لي، ترى في 9 اسلموا على يدي منهم والله اخاف ال9 اسلموا على يدك، اخاف الباقي كلهم طلعوا من الاسلام بسبتك انت. لا والله ابو عزيز قسم بالله. والله في وحده موجوده عندي حاليا ابوها وامها اسلموا وماتم والله. هذين يجوا ايش بالدرجن يعني 12 حبه 12 ولا ايش السالفه؟ اي والله ابوها وامها اسلموا وماتم قسم بالله. ابوها كان بس طلع مديون مديون قال لي سالته عليك دين، قال لي علي دين. ايش قد طلع دينه 14,000 ورطني. الحمد لله يا ريتني ما سالته. الله المستعان بس. طيب كم معك عيال من هنا يا ابو عزيز ال 51؟ او عندي والله كم 17 يا اخي. 17 ويبتسم خلف الكاميرا. الله يوفقك يا ابو عزيز. ابو عزيز ليش مستغرب؟ ابوي عنده 36 ولد. الله يبارك لي ابوك. ابوي عنده 36. ابوك عايش الله يبارك. 72 ولد. اي ما في مشكله. الله يبارك. المهم تعرف جدي متزوج كم وحده يا شيخ؟ كم؟ وبسوريا. اي بكم؟ والله العظيم جدي متزوج 11. من كم سنه هذا الكلام؟ قسم بالله 11 متزوج. هاي قسما بالله. اي تمام هذا جدك. انت قاعد تحسب جدك. ابوي تعرف متزوج كم وحده ابوي؟ كم؟ 7. وانت متزوج؟ عندي عم تعرف متزوج كم وحده؟ كم وحده؟ 9. طيب وانت 51. انت الكينج ما شاء الله. انا صاير لي. انا ملكهم.
يا ابو عزيز يا ابو عزيز، انت الكومنت عندك شوف ايش قاعد يكتبوا لك، الله اعلم. عارف لا سالفة يعرفوني حكي هذا الكومنت عندي. لا هم لا شوف يا ابو يعرفوني. عزيز، يا ابو عزيز انا بطرح يعني رد لابو عزيز. قال تفضل. تزوج 51 في فتره حياته، يعني الخلل منك ما هوش من ال 51. يعني ليش مني لحظه اروح ازني مثلا؟ ما لحظه اتفقوش عليك، اذا الخلل فيك انت. ايوه اني مزواج، انا ما حبيت مع ما تكفيني مره، افهمني. عندي طاقات مره ما تكفيني، افهم. لا ما تكفيني كلام مره، غلط، كلام غلط. لا ما كلام تكفيني غلط. مره واحده، شو ما في اسوي؟ شوف ما في مزواج. انا من ساعه قلت يا لك شيخ انت قلت لك زواجك، شيء وانا غير شيء، قلت لك مزواج. انت اذا زواجك بنيه الطلاق، انا من ساعه قلت لك لا والله. لا مو بنيه الطلاق، اذا لا والله. انت مزواج انت نيتك الطلاق، ما هو بزواج. لا والله مو بنيه الطلاق. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم امرنا الانسان تنكح المراه من اجل ايش؟ اعطني 4 شروط. جمالها وجمالها وحسبها ونسبها. طيب وايش؟ ودينها. ايش اعطاك اخر شيء نصيحه؟ ايش وش النص؟ النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. انت اللي اخذتهم نصهم ما فيهم دين. لا حبيبي اسلموا على يدي، ايش فيك؟ انا لما اخذها انا مسلم، اسمع، انا اولادي كلهم مسلمين، تمام؟ وانا لما اخذها اقولها انا مسلم، ولما اخذها اقولها ترى يجيني ولد ابني مسلم مثلي، تحبين تسلمين اهلا وسهلا، ما تحبين انت على دينها. ما يحق لك انك تخلي ابنك مسلم في اوروبا. الله ياخذ حظي. انت في اوروبا، انا في اوكرانيا يا حبيبي، اوكرانيا مو اوروبا هاي. على كيفك، ابني اسمه عبد العزيز اتشبي، على كيفك. طيب السؤال، وكانوا هم يعني يعترضوا عليك لما تطلقهم ولا ما يعترضوا؟ ما في شيء اسمه يعترضوا ولا ما يعترضوا، في مشاكل تصير كذا ويصير الطلاق. طيب ما يروحوا المحكمة؟ في كثير راحوا المحكمة وما شاء طيب الله. اقنعني في 10 مشاكل سببت الطلاق في حياتك من ال 51 امرأة. يلا السبب الاول. السبب الاول. طيب في واحدة منهم انا يعني عندها ولد حلو. عندها ولد ابني يعني. وانت شكلك عزاب يا ابو عزيز. ما كان بدها اولاد فصار حمل، راحت نزلت الولد من دون ما اعرف، طلقتها. الثانية ماشي. الثانية اعطت اختها فلوس من دون ما تقول لي. طيب ابو عزيز هذا سبب ان طلقتها، اذا انت مذنب في حقك. لا كثير، لا كثير فلوس مو شويه، فهمت علي؟ الثالث السبب، الثالثة يا حبيبي راحت على مكان انا قالها ما تروحين عليه، وكذبت علي وعرفت انه رايحه وطلقتها. 4 كانت تنام لا ظهر الرابعة صح؟ لا الرابعه اعطيك سبب رابع يعني. كانت تسمع كلام امها، يعني ايش ما يصير امها تقول لي ماما قالت وماما قالت فطلقتها. الخامسة في عندها صديقة في روسيا كانت، شو يصير مشاكل ببيت صديقتها يصير المشاكل نفسها عندي. السادسة، وانت ايش عرفك بمشاكل بيت صديقتها انت؟ تقول لي صديق، المهم صارت كذا. ايش عرفك كيف لحظة يا من مشاكل صديقتها؟ يعني معك تواصل مع صديقتها انت يا ابو عزيز؟ الله ياخذ حظي. صار مع علينا كنت تعرف اني بتتواصل مع صديقتها وتعرف مشاكل صديقتها انت؟ افهم يا بني ادم، خليني اخلص. يخرب بيتك، يخرب بيته قرار. تقول لي لينا سوت كذا ولينا عملت كذا، المهم صار الطلاق. وكان بدي اتزوج صديقتها صراحه، عرفت؟ والله انت تصلح تالف كتاب مسيلمه اول 50 زوجه. طيب ابو عزيز بس بقول لك كلمه. في القانون الاوكراني يسمح بالزواج من شخص واحد فقط، وتحظر تعدد الزوجات بشكل قاطع. ممنوع في اوكرانيا التعدد. لا يا شيخ، ممنوع في اوكرانيا التعدد. اوكرانيا طلعها من النت الشيخ من اول جالس يلف بعدك لما طلع. يا شيخ تنص الماده. اسمع تنص الماده 25 من قانون الاسره الاوكراني بوضوح على ان رقم 1 يجوز للمراه والرجل ان يكونا في زواج واحد فقط في نفس الوقت. خلصت؟ لحظه بدي اقاطعك مشان الله. خلصت؟ اشوفك عقد الزواج صار له 7 شهر، متزوج 7 شهور، اشوفك عقد الزواج. لحظه طيب خليك اشوفك عقد الزواج. اي عقد؟ الاولى الثانيه؟ اشوفك اياه. الاولى الثانيه؟ لا هاي ال 51 اشوفك اياه. ما
هاي قسم بالله اشوفك اياها، قسما بالله اشوفك عقد الزواج. هذه واحده بس واحده لا تضحك لا علي. حبيبي عزوز جبته ب7 ايام، عزوز لحظه جبته ب7 ايام بس